لو ما بتحبوش الأكل الهندي يبقى أكيد ما جربتوش الباتر تشيكن، من أشهر الأطباق الهندية وبتتقدم في المطاعم وبتبقى كمان غالية جدا، واحنا ممكن نعملها في البيت بكل سهولة. وصفة في منتهى اللذاذة، تعالوا أقولكوا عملتها ازاي. استخدمت نص كيلو من صدور الفراخ وقطعتها بالشكل ده. ممكن كمان تستخدموا وراك، ضفت عليها الجنزبيل والثوم المفروم أو المبشورين، وعامة في الأكل الهندي بيكون الجنزبيل أساسي. ضفت كمان شوية من الملح، ولو عايزينها سبايسي هنا بتضيفوا شوية من الشطة. عملت ميكس لكل ده مع بعض وخليتهم على جنب تقريبا لمدة ربع ساعة على الأقل قبل ما نبتدي في تسويته. فوق على النار حطيت شوية من الزيت، وأول ما سخنوا كويس جدا اديت صدمة للفراخ. خليتها على نار عالية لغاية لما بدلت اللون كده باللون الأبيض، وسبتها كمان تكمل التسوية لغاية لما تاخد اللون الذهبي أو البني الفاتح شوية. خليتها على جنب وفي نفس الوقت كملت الوصفة. ضفت بصلاية كبيرة تكون مفرومة أو متقطعة صغير زي ما أنا عملت كده، وعليها معلقة تقريبا من الزيت ومعلقتين من الزبدة، وطبعا في الوصفة دي أساسي الزبدة لأن هي أصلا باتر تشيكن. قلبتهم مع بعض كويس لغاية لما الزبدة ساحت وكمان البصل دبل وخد اللون الأصفر الحلو ده. بعد كده نزلت عليهم ب3 طماطميات متقطعين مكعبات، وقلبتهم مع بعض كويس وخليتهم كمان على النار شوية لغاية لما الطماطم كده دبلت. والمكون الأساسي بقى في الباتر تشيكن اللي بيدي طعم الصوص المميز هو الكاجو، يعني كبشة تقريبا كده أو 100 جرام من الكاجو الغير مملح. وفضلت أقلب فيهم كده على النار لغاية مثلا دقيقتين 3 كده بس يتبالوا أكتر. بعد كده ضفت عليهم كوباية تقريبا من المية وتلات أربع فصوص من الثوم المفرومين، ورجعت قلبت كل ده مع بعض. ومكون أساسي كمان في الصوص هنضيفه وهو معلقة كبيرة من الخل الأبيض، وضفت كمان معلقة كبيرة من السكر الأبيض ونص معلقة تقريبا من الملح. بعد كده خليت كل ده على النار هادية لمدة تقريبا من 15 ل 20 دقيقة. لازم كل حاجة تكون مستوية تماما عشان نقدر نضربها بسهولة بالبلندر أو في الخلاط. بعد ربع ساعة حطيت كل ده في الخلاط وضربتهم كويس جدا، وأهم حاجة بقى إن احنا بعد ما نضربهم كويس نصفيهم. هيكون في بقايا من الكاجو وكمان قشر الطماطم، كل ده هنتخلص منه. عايزين الصوص كده صافي زي ما انتوا شايفين، لازم يكون الصوص ناعم جدا ومفهوش أي بقايا زي اللي انتوا شايفينها كده. بعد ما صفيتهم رجعت تاني الوك على نار هادية وضفت عليها مكعبين من الزبدة، ولما ساحوا حطيت عليهم كمان قطع الفراخ. قلبت الفراخ مع الصوص، وآخر إضافة هنحطها وهي على النار وهي شوية من كريمة الطهي. الصوص ده حقيقي طعمه خيالي. وهنا بعد ما ضفت الكريمة قلبتهم مع بعض كويس جدا وسبتها بقى على نار هادية لمدة من 7 ل10 دقايق بالظبط. واخر حاجة خالص وقت التقديم بنضيف عليها شوية من الكريمة الطهي على الوش كده، وهي بتتقدم بالشكل ده بالظبط في كل المطاعم، وبتتقدم كمان مع رز ابيض يكون مسلوق. وصفة خطواتها بسيطة جدا بس بجد النتيجة وهمية. جربوها بطريقتي وانجوي.